السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم راح نديرو كغطا تاع السلق يجي بزاف بنين. اول حاجه نحمو البطاطا تاعنا، نقشروها، نغسلوها ونقسموها مربعات صغيره، نملحوها ونحطوها تتقلى. بعد ما تتقلى نحطوها في صحن اكوتي ونروحو للسلق تاعنا. هنا السلق تاعنا واش راح نحتاجو فيه؟ راح نحتاجو شويه تاع بصل، ثوم، شويه تاع فلفل كحل، طماطم مرحيه، طماطم مكعب، شويه فلفل حار. وهنا السلق تاعنا نكونو غسلناه مليح بالماء، قطعناه وغسلناه مليح بالماء، نحطوه في مقله بيه بالماء هذاك تاعو يطلق هو الماء وحده، ونخليوه يطلق الماء مليح. ومن بعد نحيولو الماء تاعو هذاك اللي بقى، ونحطو عليه شويه تاع زيت، ونحطو عليه هذوك اللي وجدناهم، طماطم مرحيه وطماطم مصبره وبصل وثوم شويه تاع فلفل حار مقطع اختياري، تحبوا تضيفوه تحبوا لا. نحطوا له شويه تاع فلفل كحل، ونحطوا له هنايا شويه تاع كزبر مرحي، ونحطوا له الملح بيان سور والزيت اللي حطيناه في الاول. نخليوه يتقلى مليح مليح هكا. بعد ما يتقلى كيما راكم تشوفوا، نجيبو فاش نحطوه لهنايا في الغيسيبيون هذيا، ومن بعد نبداو نزيدو عليه. هنا واش راح نزيدو عليه؟ راح نزيد عليه 3 حبات تاع بيض، وشويه تاع ملح، شويه تاع فلفل كحل. وهنايا عندي باطا تاع لا كريم فريش تاع الكريمه السائله، راح نحطها معاها، نخلطها مع هذاك البيض والسلق كيما راكم تشوفوا. هنا نحط الباطا هذه كامله. نتوما اذا ما عندكمش الكريمه سائله تقدروا تعوضوها بالحليب، تحطوا الحليب عادي، حطوا كاس حليب نورمال. هنايا بعد ما حطيت لك خام فريش هذيك، زدت عليها شويه تاع فروماج رابي وخلطها مليح مليح مليح. ومن بعد نجيبوا المول تاعنا اللي راح ندخلوه في الفور، نحطوا فيه كميه هكا شويه تاع هذاك السلق اللي خلطناه، ونزيدوا عليها هذيك البطاطا اللي قلينا، نديروا طبقه تاع سلق ومن بعد طبقه اللي في النص تاع البطاطا المقليه. من بعد نديروا لها شويه فروماج غابي وسي، ونزيدوا عليهم هذيك من الفوق هذيك الكميه تاع السلق اللي بقات كيما راكم تشوفوا، ونزيدوا له الفروماج غابي من الفوق هكا بهذه الطريقه. هنايا حطوا الكميه اللي حابين نتوما، هكا تحبوا تعمروه تحبوا تحطوا شويه. حطيته في الفور غير تحمر هكا شويه برك، ما نخليوهش يطول بزاف باش ما يجيش شايح، غير يتحمر هكا ويتماسك نخرجوه من الفور، ما نخليوهش يطول بزاف. هنا راح نقسم لكم تشوفوه كيفاه جا من داخل. هذا هو القوام تاعو، شوفوا من داخل يعني ما هو يابس ما والو، يجي القوام تاعو كريمي. كيما تخليوهش يطيب بزاف يجي القوام تاعو كريمي ويجي معسل من داخل. ها ما يجيش شايح. المهم هذا هو الطبق تاعي تاع نهار اليوم كيما راكم تشوفوا فيه، غاطا تاع سلق يجي بزاف بنين ويجي طري. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، وفي امان الله.